الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. محاضرة النهاردة بعنوان Bleeding in Early Pregnancy، وطبعا الشابتر كله بعنوان High Risk of Pregnancy. أول حاجة بيقول لك مقدمة عن الفصل، بيقول لك various complication can develop during the course of a pregnancy. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك ان في مضاعفات مختلفة various complication. تمام، المضاعفات المختلفة دي can develop يعني ممكن تتطور امتى؟ during the course of a pregnancy. تمام، يعني ممكن المضاعفات المختلفة دي ممكن تتطور خلال فترة الحمل. and can affect the health and well-being of the mother and fetus as well as the outcome of the pregnancy. يعني ان المضاعفات اللي بتحصل دي خلال فترة الحمل ممكن ان هي تأثر لك على تأثر لك على الهيلث and well-being of the mother and fetus، ممكن تأثر لك على صحة الأم والجنين. تمام، وايه تاني؟ as well as the outcome of pregnancy، هتأثر لك كمان على نتيجة الحمل اللي هو outcome of the pregnancy. تمام، بعد كده يكلمك عن الهيموريج اللي هو النزيف. النزيف طبعا ده أول الأسباب العشرة الرئيسية لوفيات الأمهات في مصر. is the first of the 10 leading causes of maternal mortality in Egypt. تمام، وبيقول لك إنه بيمثل 31.9 من all maternal death، يعني من كل الوفيات بتاعت الأمهات. تمام. بيقول لك بعد كده إن الابورشن اللي هو الإجهاض، بيقول لك إن الإجهاض ده بيمثل 4.5 من all maternal death. تمام، يعني ايه maternal death الأول؟ maternal death ده تعريفه بالإنجليزي the death of a woman during pregnancy at delivery or soon after delivery، يعني وفاة المرأة أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة وجيزة. ده معنى maternal death. تمام، فبيقول لك إن نسبة الإجهاض تمام بتبقى 4.5 من كل من جميع وفيات الأمهات اللي بتحصل. تمام، وبتبقى برضو وبتبقى 6.4 من الدايركت اوبستراكت ديث من الوفيات المباشرة. تمام، دايركت اوبستاتريك ديث او دايركت ماتيرنال ديث. معناهم ايه؟ معناهم ان الوفيات المباشرة تمام هي تلك المتعلقة بمضاعفات الولادة اثناء الحمل او المخاض. طبعا قلنا ان في المخاض طبعا اللي هو في منه ترو لابور وفي منه فولس لابور، واتكلمنا عنه في المحاضرات اللي فاتت، ولو ما كنتش سمعتم هتلاقي اللينك في الوصف في قائمة تشغيل وكده فيها كل الفيديوهات متجمعين. يبقى الوفاة المباشرة هي تلك المتعلقة بمضاعفات الولادة أثناء الحمل أو المخاض أو النفاس أو الناتجة عن أي علاج يتم تلقيه. تمام، bleeding in early pregnancy. أول حاجة في التعريف بيقول لك إن ده bleeding that occur before الأسبوع 20 من الجستيشن، يعني بيقول لك ده نزيف بيحدث في بداية الحمل، بيحدث قبل الأسبوع 20 من الجستيشن. يعني ايه الجستيشن؟ الجستيشن دي مرحلة الحمل، دي الفترة ما بين الكونسبشن والبيرث. طبعا لو انت مش عارف يعني ايه كونسبشن ويعني ايه بيرث، لا خلاص اقفل الفيديو وكفايه لغايه هنا. تمام، يبقى انت ما سمعتش الفيديوهات اللي فاتت. تمام، يبقى الجستيشن اللي هي مرحلة الحمل دي فترة بين الكونسبشن وبين البيرث. طيب مدتها بتبقى كام؟ معروفة طبعا، بتبقى مثلا بتبقى 9 شهور او 40 اسبوع او 280 يوم. يعني هي انا بقسمها كده، يعني بتبقى 9 شهور، بعد كده عايز تقسمهم من الاسابيع هيبقوا 40 اسبوع. 40 اسبوع عايز تعملهم الايام هيبقوا 250 280 يوم. تمام، وطبعا 40 اسبوع دي المدة الكاملة. تمام، يبقى يستمر الحمل حوالي كم اسبوع؟ بيستمر 40 اسبوع. فهو بيقول لك ده نزيف بيحصل قبل الاسبوع 20 من الجستيشن كله، من مرحله الحمل كلها، من 40 اسبوع كله. تمام.
طيب ايه هي اسباب البليدنج اللي بيحصل قبل الاسبوع العشرين من مرحلة الحمل؟ اول سبب معايا الابورشن اللي هو الاجهاض. تاني سبب معايا اكتوبيك بريجنانسي اللي هو حمل خارج الرحم زي ما انت شايف في الصورة. بعد كده تالت سبب معايا حاجة اسمها هايديتوفورم مول. هايديتوفورم مول ده عبارة عن كيس مليان مية كده، تمام. زي ما انت شايف في الصورة ده ايه، عبارة عن نمو البويضة المخصبة بشكل غير طبيعي فتتطور الى ايه، الى زي كيس ايه ده كده مليان ايه مية، بدلا من ايه، بدلا من الجنين. يبقى تاني، هايديتوفورم مول هو نمو البويضة المخصبة بشكل غير طبيعي فتتطور الى ايه، الى كيس كده مليان مية بدلا من الايه، بدلا من الجنين، تمام. بعد كده تالت سبب معايا حاجة اسمها لوكال ليسون سيرفيكال. وطبعا اول حاجه لوكال ليسون سيرفيكال زي ما انت شايف في الصوره دي عباره عن بجع من خلايا غير طبيعيه تنمو على ايه، على عنق الرحم. او بولي سيرفيكال كانسر، او عباره عن ورم عنق الرحم او سرطان زي ما انت شايف في الصوره. يبقى كده قلنا الاسباب بتاعه الايه، البليدنج ان ايرلي بريجنانسي. هنكمل كلامنا ونتكلم عن رقم واحد معانا اللي هو الابورشن. اول حاجه الاجهاض ده ايه، بيقول لك ان هو loss of pregnancy before fetus is viable or capable of a living outside the uterus. يعني بيقول لك loss of pregnancy قبل ما الفيتس يبقى قادر ان هو ايه، يعيش خارج الرحم. يبقى الابورشن الاجهاض تعريفه ايه، loss of pregnancy قبل ما الفيتس يقدر ان هو ايه، يعيش خارج الرحم، تمام. بيقول لك the medical condition today is a that fetus بيبقى less than 20 اسبوع. يبقى عمر الفيتس ده اقل من 20 اسبوع، تمام تمام. or one الويت بتاعه بيبقى اقل من 500 جرام. is not viable مش هيقدر يعيش، تمام. ليه؟ لان هو عمره اقل من 20 اسبوع، وزنه اقل من 500 جرام، تمام. فمش هيقدر بالتالي ايه، مش هيقدر يعيش. وعرفنا في الأطفال إن طبعا المدة الطبيعية اللي بيقولها الجنين وكده هي 40 أسبوع اللي هم 9 شهور، تمام. وبيبقى وزنه من 2 كيلو 700 جرام ل 3 كيلو 999، تمام تمام. طيب ايه هي الريسك فاكتور اوف مسكاريج اور ابورشن؟ المسكاريج هو الابورشن، طبعا الاتنين معنى واحد اللي هو الاجهاض، تمام. بيقول لك عوامل الخطر، عوامل لما بتبقى موجودة بتزود من خطورة ان يحصل ايه، ابورشن، تمام. بيقول لك ان الاولدر women are more likely to have miscarriage than younger women. بيقول لك ان الست او المرأة الكبيرة في السن، تمام، دي اكثر عرضة ان يحصل لها اجهاض من الصغيرة في السن، تمام. دي اول حاجة معايا. بعد كده previous miscarriage يعني وجود إجهاض سابق، يعني having a miscarriage in the past may increase the risk for a future miscarriage. يعني وجود إجهاض في الماضي أو إجهاض سابق ده بيزود خطورة إن يحصل إجهاض تاني في المستقبل، تمام تمام تمام. بعد كده تالت سبب معايا الكحول. بيقول لك ان مفيش كميه اصلا no amount of alcohol is known to be safe during pregnancy. يعني مثلا ايه، مفيش كميه معينه دي الكميه دي امنه مثلا، تمام، ما نزودش عنها الست الحامل. لا مفيش الكلام ده، دي هي ما تاخدش الكحول خالص، تمام. فطبعا الكحول ده من عوامل الخطوره او من الريسك فاكتور اوف ايه، اوف ابورشن، تمام. بعد كده رابع حاجه معايا الفيفر. الفيفر اللي هو الايه، البريجنانت وومن هو ديفلوب فيفر تبقى درجه حرارتها 37.5 او اعلى or more، تمام. appear to have an increased risk of miscarriage. ده برضه هيزود لك الريسك فاكتور اوف ايه، هيزود لك الريسك بتاع المسكاريج، تمام. التروما دي معروفه طبعا، اكتر حاجه معروفه فيهم التروما اللي هي الإصابة. لو حصل تروما تو ذا يوترس، لو حصل اصطدام لليوترس أو أي إصابة لليوترس، ده طبعا كان increase the risk of miscarriage. بعد كده causes of abortion، الأسباب اللي بتؤدي إلى الإيه، الإجهاض. يعني مثلا يقول لك إن هو من ناحية الطفل وفي من ناحية الأم. من ناحية الطفل اللي هو فيتال، ده رقم واحد. رقم اتنين الماتيرنال اللي هي من ناحية الأم، تمام. أول حاجة طيب الفيتال تلات حالات معايا كروموسومال انوماليسيز اللي هي وجود تشوهات في الكروموسومات، تمام تمام. طيب لو في برضو disease of fertilized ovum، وجود امراض في الايه، في الفيرتلايزد اوفم اللي هي البويضه المخصبه، تمام. طبعا الفيرتلايزد اوفم لو سمعت المحاضرات اللي فاتت هتبقى فاهم ان هي دي ناتجه عن اتحاد ايه، حاجتين،
ماتيور اوفم وماتيور سبيرم. تمام. بعد كده تالت سبب معايا اللي هو الهايبوكسيا. الهايبوكسيا اللي هو نقص الاكسجين، اللي هو انخفاض مستويات الاكسجين في انسجة الجسم. يبقى كده قلنا كل الاسباب من ناحية الايه، من ناحية الفيتال، من ناحية الطفل. تلات اسباب قلناهم. تمام. بعد كده تاني حاجة معايا اللي هو من ناحية الام. تمام. من ناحية الام هقسمهم لحاجتين، هقسم الماتيرنال هقسمها للايه، لجنرال كونديشن وايه، لوكال كونديشن. اول حاجه جنرال كونديشن، اللي زي حاجه زي انفكشن اكيوت فيمبرايل كونديشن، يعني حالات الحمى الحاده. تمام. زي الانفلونزا والايه والملاريا. تمام. وجود امراض زي ايه، ديسيز such as كرونيك نفرايتس، لو في التهاب الكليه وكده. تمام. دراج انتيك during pregnancy، دي طبعا معروفه لينا كلنا. تمام. بعد كده اخر حاجه معايا في الجنرال كونديشن الار اتش اند اي بي او انكومباتيبيليتي، اللي هو لو كان دم الام يعني يحتوي على اجسام مضاده لا تتناسب مع فصيله دم الطفل، فان عدم توافق الدم يحدث للايه، يحدث للمولود. فهيتم نقل طبعا دم الام، او بينتقل دم الام الى الجنين عن طريق ايه، عن طريق الحبل السري، مما يؤدي الى تكسير خلايا الدم الحمراء عند الايه، عند الرضيع. تمام. ده طبعا الموضوع باختصار يعني. بعد كده نروح لللوكال كونديشن. اول حاجه كونديشن ذات انترفير ويز ايه امبيدنج ديفلوبمنت اند ايه نيوتريشن اوف اوفم. طبعا لو في حالات بتتداخل مع الديفلوبمنت اند نيوتريشن اوف اوفم. تمام. لو حصل امبلانتيشن، لو حصل زراعه او انغراس للاوفم فين، في الجزء السفلي من الرحم، في ان لور يوترين سيجمنت. تمام. لو في incompetent cervix، لو في قصور عنق الرحم، اللي هو يحدث يعني بسبب ضعف أنسجة عنق الرحم. بعد كده يوترين مالفورميشن، لو في تشوه في الرحم وكده. لو في تروما، لو حصل تروما، لو حصل كريمينال انترفير، لو انترفيرنس، لو حصل تدخل جنائي. تمام. اكسيدنت فايلنت اكسرسايز، لو في تمارين لو حصل تمارين عنيفة وكده. لو حصل برضو يوترين ستيميوليشن. بعد كده اخر حاجه في اللوكال كونديشن، لو في اندوكرين ديسفانكشن، لو في خلل في وظائف الغدد الصماء. بعد كده هنتكلم عن تايبس اوف ابورشن. عندي نوعين للابورشن. اول نوع حاجه اسمها سبوتينوس ابورشن. تمام. بيقول لك ان السبوتينوس ابورشن ده بيكون termination of pregnancy. تمام. يعني انهاء الحمل طبعا بدون ايه بقى، without action taken by woman or another person، يعني بدون تدخل. هو termination of pregnancy. تمام. بس بدون تدخل من الايه، بدون تدخل من الام او من شخص اخر. تمام. يبقى دون اتخاذ اجراء من الومن او من another person او من اي شخص اخر. تمام. عشان كده spontaneous abortion اللي هو الاجهاض التلقائي بدون ما الام تتدخل ولا حد تاني يتدخل. تمام. بعد كده تاني نوع رئيسي معايا اللي هو induced abortion. ده بيقول لك it mean interference، ده اللي بيبقى فيه عم ايه، بيبقى فيه تدخل. تمام. to determinate pregnancy and classified to a therapeutic abortion and criminal abortion، يعني بنصنفوا الايه لtherapeutic abortion و criminal abortion، يعني اجهاض علاجي او اجهاض طبعا ايه جنائي زي ما قلنا. تمام. فالمهم في الخلاصة ايه، لو قالك اجهاض بدون تدخل من الام او اي حد تاني هتقول له سبوتينوس ابورشن. طيب تدخل بيصنف هيقول لك مثلا حاجه تصنف لايه، سيربياتيك ابورشن وكريمنال ابورشن. ده ايه، ده الانديوزد ابورشن. تمام. وبيبقى فيه انترفيرنس، بيبقى فيه تدخل. طيب هو جاب لك اول نوع اللي هو سبوتينوس ابورشن، بيقول لك الديفينيشن بتاعه ايه، بيقول لك سبوتينوس ابورشن زي ما قلنا ان هو termination of pregnancy without ايه، without action taken by woman or another person، يعني الطفل بينزل لوحده من الاخر. تمام. بدون تدخل من الام او اي حد تاني. طيب قال لك النوع ده طبعا التايبس اوف ابورشن حاجتين، سبوتينوس ابورشن وانديوزد ابورشن. جي قال لك ايه بقى، جي قال لك النوع اللي هو اول نوع السبوتينوس ابورشن ده بينقسم لسبع انواع زي ما انت شايف كده. دول التايبس اوف سبوتينوس ابورشن، 7 انواع زي ما انت شايف. تمام. هناخد نوع ونقول ايه، ونقول التفاصيل بتاعته. رقم 1 threatened abortion. نوع الاجهاض ده بيقول لك في السيمبتومز بتاعته، symptoms of threatened abortion. اول حاجه cervical os is closed. يعني ايه cervical os؟ cervical os ده زي ما انت شايف في الصوره، اللي هي الفتحه دي اللي انت شايفها في الصوره. تمام.
فالسيرفيكال اوس دي بتكون ايه كلوزد، بتبقى مقفوله زي ما انت شايف في الصوره. انت مش هتفتكر في الامتحان اللي الكلام اللي بقوله لك ده، لا انت تفتكر الصوره اللي انت شايفها قدامك. شايف انت عنق الرحم اللي هي السيرفيكال اوس وكده، مش عنق الرحم الفتحه من تحت، يقول لك ان السيرفيكال اوس دي بتبقى كلوزد، بتبقى مقفوله ولا لا؟ في الصوره مقفوله، يبقى كلام هنا ايه، كلام هنا ايه صح. تمام. سبوتنج فاجينال بليدنج، بيبقى فيه سبوتنج، بيبقى فيه فاجينال بليدنج، بيبقى فيه نزيف مهبلي زي ما انت شايف في الصورة. تمام. ايه تاني؟ بين اند باك، بيبقى فيه ايه؟ بين في الباك، يعني بيبقى فيه ألم في الظهر وكده. may or may not be present، يعني ممكن يكون موجود او ممكن ما يبقاش موجود. تمام. membrane is intact، يعني الممبرين بيبقى سليم. تمام. يبقى كده قلنا السيمبتومز بتاعت السويتند ابورشن. بعد كده نروح للتريتمنت اوف سويتند ابورشن. طيب ايه هو العلاج بتاع السويتند ابورشن؟ بيقول لك the aim of treatment is to try and conserve the pregnancy by ايه decreasing the uterine contraction بواسطة ايه؟ بواسطة الحياة اللانجولار الوقتي. يعني انت الفكرة كلها في العلاج بتاع نوع النشاط ده ان انت بتعمل ايه؟ محاولة للحفاظ على الايه، على الحمل، عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت decreasing the uterine contraction، يعني انت بتقلل تقلصات الرحم اللي بتحصل او الانقباضات، خفض تقلصات الرحم. تمام. تمام. عن طريق ايه؟ هتعمل طبعا complete bed rest، يعني يبقى في استراحة كاملة على السرير. تمام. ايه تاني؟ تمام. هتستخدم مرخيات للرحم زي الايزوكسوبرين هيدروكلوريد او بيتوردرين. تمام. طيب ايه تاني؟ بيقول لك ان انت برضه تستخدم مهدئات، وده كله طبعا للبيشنت وكده، وده كله فيروس ميثود يوزد تو ايه تو بريفنت يوترين كونتراكشن، يعني الطرق دي كلها هدفها ايه؟ ان انت تمنع في الاخر الايه، او تعمل وقايه من الايه، من اليوترين، او تقلل اليوترين كونتراكشن، انقباضات الرحم. تمام. طيب هتستخدم ايه تاني؟ هتستخدم بروجسترون سبلايمنت are given if progesterone deficiency is suspected to be the cause of threatened abortion. يعني بيقول لك ان بستخدم بروجسترون سبلايمنت امتى؟ لو اشتبه فيه ان نقص البروجسترون هو السبب بتاع الثريتند ابورشن. يبقى نقص البروجسترون، لو انا شكيت ان في نقص بروجسترون ونقص البروجسترون ده سبب ان يحدث مثلا ثريتند ابورشن، تمام، فكده هضطر ادي طبعا ايه؟ بروجسترون سبلايمنت. بعد كده حاجة مهمة جدا نركز عليها، مهمة جدا، الهيومن كرونيك كوناتوتروبين. تمام. ده اللي هو هرمون ال HCG. تمام. injection can also be prescribed to to support the pregnancy، يعني بيقول لك ان هو بحقن بيه، تمام، عشان احافظ على الحمل وكده. ليه؟ طيب بص يا عم، ال HCG ده هرمون يخبر جسمك بإنتاج كميات كبيرة من هرمون البروجسترون، تمام، مما يساعد على دعم الحمل والحفاظ عليه. يبقى ده من الآخر. يبقى طبعا هضطر كده برضه أحقن إيه؟ أحقن بال HCG. أنت عرفت ليه؟ عشان الهرمون ده بيخبر جسمك بإنتاج كميات كبيرة من إيه؟ من هرمون البروجسترون، مما يساعد على دعم الحمل والحفاظ عليه. تمام. تمام. بعد كده بيقول لك ان all vaginal pad and stained linen should be kept to estimate the amount of blood loss، يعني انت هتحتفظ بكل الفاجينال باد وكل stained linen. ليه؟ عشان اعمل estimate، اقدر كمية الدم المفقودة. تمام. اقدر the amount of blood loss. تمام. بعد كده good personal hygienic care، دي طبعا معروفة، اللي هو يعني الاهتمام بالنظافة الشخصية وكده. ايه تاني؟ بعد كده بيقول لك حاجه زي الفونوباربيتال 60 مللي جرام، دي بتكون مطلوبه لو في بين وكده. تمام. فور بين. بعد كده بيثيدين من 30 ل 60 مللي جرام از اوردر. تمام. تمام. بعد كده تشيكينج، هتعمل تشيك للفيتال ساينس. هو بيقول لك تشيكينج اوف ايه؟ تشيكينج اوف تي بي ار اند بي بي، يعني التي بي ار اول تي دي اللي هي التمبريتشر، يعني انت تعمل طبعا هتقيس الفيتال ساين اللي هي التمبريتشر، بعديها البي اللي هي بتاعت البلس، وبعد كده الار اللي هي ريسبيريشن ريت. يعني هو كسل يكتبهم لك، فاهم انت؟ فكتبهم لك يعني كتب لك اختصارهم وكده. اند بي بي اللي هو بلاد بريشر. تمام. هتقيسه امتى؟ هتقيسه قد ايه في اليوم؟ بيقول لك توايس ديلي، يعني كل يوم مرتين.
يبقى هتقيسه مرتين يوميا. يبقى هتقيس الفيتال ساينس مرتين يوميا، او كل ايه or every 4 hour، او كل 4 ساعات. ده طبعا according to the condition of the mother، ده طبعا طبقا لحالة الام. تمام. يبقى انا بحدد مرتين في اليوم ولا كل 4 ساعات طبقا لحالة الام. avoid الانما، هتتجنب طبعا الحقنة الشرجية الانما. تمام. والمطهرات. وايه تاني؟ avoid الكونستيبيشن والدايرية. تمام. ايه تاني؟ بروتين دايت with supplementary iron and vitamin C should be provided. يعني انت هتقدم نظام غذائي دايت، تمام، غني بالبروتين. تمام. وايه تاني؟ وحاجات زي الحديد والفيتامين سي، ودي طبعا المفروض ايه تعطى وكده في الحاله دي. تمام. ادفايس نو سيكشوال انتركورس، هتنصح بعدم ان ما يحصلش جماع وكده. يبقى ادفايس نو سيكشوال انتركورس. تمام. administration of prescribed drugs، يعني الادويه الموصوفه خلاص تتاخد في ميعادها وكل حاجه. تمام. الادويه اللي قلناها فوق والحاجات اللي قلناها فوق. تمام. ايه تاني؟ accurate observation of blood loss color order amount and content، يعني بتعمل الحاجات اللي هي في الاخر دي، اللي هي ايه بتقيم يعني، او بتعمل ملاحظه للبلاد لوز، فقدان الدم قد ايه. طبعا ما احنا خلاص عملنا اوبزرفيشن الفاجينال باد فوق. تمام زي ما قلنا. وبتشوف الكلر اللون، وتشوف الاودر الرائحه والاماونت الكميه والكونتنت المحتويات وكده. بعد كده تاني نوع معانا اللي هو الانفيتيبل ابورشن. يعني ايه؟ يعني الاجهاض الحتمي. ليه اتسمى بالاسم ده؟ هيقول لك الوقت. لان هو انفيتيبل ابورشن مينز ذا بروسيس اوف ايه، ان هي بتعني عمليه طرد نواتج الرحم، نواتج الحمل. تمام. ان هي قد اصبحت عمليه لا رجعه فيها. يبقى سميناه ليه الاجهاض الحتمي؟ لان عمليه طرد نواتج الحمل اصبحت عمليه لا رجعه فيها. بيقول لك ان البرودكت اوف كونسبشن هاز بيكم irreversible، عمليه لا رجعه فيها. تمام. عشان كده بيقول لك ان طرد البرودكتس اوف conception has not occurred but it is bound to happen. نركز. هو بيقول لك ان طرد النواتج دي بتاعت الحمل لم تحدث. not occurred. تمام. but it is bound to happen، بس هي محتوم الحدوث. تمام. يبقى طرد نواتج الحمل لم يحدث، تمام، ولكنه محتوم الحدوث. انا بتوقع انه يحصل كده، او محتوم bound to happen. تمام. and nothing can be done to stop this process، ولا يمكن فعل شيء لوقف هذه العملية. تمام. يبقى تاني الإجهاض الحتمي دي عملية طرد نواتج الحمل زي ما قلنا، وبتبقى العملية دي بتبقى ايه لم تحدث، ولكنها يعتبر امر محتوم. it is bound to happen and nothing can be done to stop this process، ومفيش حاجة تقدر تعملها او لا يمكن فعل شيء لوقف هذه العملية. طيب ايه هي السيمبتومز بتاعه الانفيتيبل ابورشن؟ طبعا احنا خدنا السيمبتومز بتاعه الثريتد ابورشن. انت فهمتها منين؟ فهمتها من الرسمه. قلت لك مثلا السيرفيكال اوس مثلا كلوز. هنا بقى هيقول لك ان السيرفيكال كلوز دايليتد. تمام. هيتسع، هتلاقيه دايليتد متسع. فالمهم انت هتفتكر الصوره في الامتحان، مش هتفتكر. فاهم؟ انت حاول تربط بالصوره. الصورة قدامك مكتوب تحتها ايه؟ inevitable abortion. هتبص هتلاقي bleeding is excessive، يعني هتلاقي نزيف مفرط. شايف النزيف قد ايه؟ لما تقارنه بالنوع اللي قبليه اللي هو threatened abortion هتلاقي ان مفيش يعني ايه حياة قليل، البليدنج قليل اللي بيحصل. تمام. لان احنا في threatened abortion قلنا ان بيبقى فيه فاجينال بليدنج. تمام. اما هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده في بليدنج از اكسسيف، يعني في نزيف، بس ونزيف كمان نزيف مفرط، يعني نزيف كتير. تمام زي ما انت شايف في الصوره. وبيقول لك برضه في السيمبتومز ان هتلاقي البلاد از ريد، يعني الدم لونه احمر. ان كلر ويز كلوتس، يعني هتلاقي تجلط في الدم او تخثر. تمام. كلوتس يعني تجلط او تخثر. تمام. سيفر كولكي لور ابدومينال بين، هتلاقي طبعا مغص والام اسفل البطن. تمام. وهتلاقي برضو سيرفيكال اوس. قلنا سيرفيكال اوس هتلاقي هنا هتلاقي دايليتد. اما في السريتن ده بورشن قلنا ان هو هيبقى كلوزد. تمام. عشان تفرق بينهم، اوعى تدخل الاتنين في بعضيهم. انت خلاص شفت الصوره، حفظت قدامك
حفظت الشكل هتعرف لو سألك فيهم في الامتحان هتقول ايه. يبقى في السيمبتومز اوف انفيتابل ابورشن اللي هو الاجهاض الحتمي بيقول لك ان السيرفيكال اوس هيبقى دايليتد، تمام. اند رابشر بيحصل برضو ايه، رابشر هاز اكود، وهيحصل تمزق للممبرين، تمام. يوترس ويل بي فيرم، يعني اليوترس هتلاقيه فيرم، هتلاقيه كأنه صلب كده، تمام. وبيقول لك ان سيفر بلاد لوس اند وومن بيكام شوكد، يعني طبعا هيحصل فقد هيحصل فقدان دم شديد، تمام. وهيحصل وومن هيحصل للومن وكده هيحصل لها شوكد، هيحصل لها صدمة. بعد كده التريتمنت، اول حاجه بيقول لك الجنرال تريتمنت ان انت لو البلاد لوز، يعني بيقول لك if the blood loss is not heavy، لو not heavy and the patient is in the satisfactory state she doesn't need any treatment other than evacuation of the uterus. يعني هي لو لم يكن الدم المفقود وكده not heavy، تمام، وكانت البيشنت كانت في satisfactory state she doesn't need any treatment، هي مش عايزة اي علاج غير ايه، غير ان هي تعمل evacuation of the uterus. she doesn't need any treatment other than evacuation of the uterus، يعني هي مش عايزة مش عايزة اي علاج، يعني هي مش عايزة اي علاج غير العلاج ده بس، ان هي تعمل ايه، اخلاء للرحم وكده، نعمل لها evacuation of the uterus يعني اخلاء للرحم. ويقول لك ان in case of excessive bleeding and shock، يعني في حالة النزيف والصدمة بشكل excessive، يعني بالشكل المفرط وكده، بيقول لك the following treatment should be institute، يعني لازم اعمل الخطوات دي اللي جايه دي لو في نزيف وصدمه وكده، تمام. اول حاجه هتعمل raise foot end of the bed and keep the patient warm، يعني هترفع قدم البيشنت وكده على طرف السرير في نهايه السرير، وتخلي المريض ايه، وورم دافئ، تمام. هتدي طبعا الاكسجين inhalation may be given، لو عايز اكسجين تديها، تمام. في رقم 3 بيقول لك هتعمل انترماسكولار او انترافينوس انجكشن بايه، بالبيثادين 100 مللي بيثادين، تمام، او ديازبام 10 مللي، تمام. should be given، تمام. في رقم 4 بيقول لك a blood sample should be collected and sent، يعني هتفصل طبعا عينة من الدم عشان تحصل على ايه على الهيموجلوبين and grouping and ايه cross matching، تمام. عشان هتفصل العينة دي من الدم عشان تحصل على الهيموجلوبين وتعمل المطابقة التبادلية للدم. المطابقة التبادلية دي يتم إجراءها قبل إعطاء الدم، والغرض من المطابقة هو الكشف عن وجود الأجسام المضادة في المتلقي ضد خلايا الدم الحمراء للمتبرع، تمام. في رقم 5 هتعمل انترافينوس دريب زي ما انت شايف في الصورة should be started with ايه 5% ديكستروز في المية in water، او 5% ديكستروز برضو في الصلاين في المحلول الملحي. blood transfusion should be as soon as، يعني يجب ان نعمل نقل دم في اقرب وقت ممكن، تمام. في رقم 6 بيقول لك لو البليدنج is continuous and heavy، لو استمر النزيف وكده هدي حقنة اكسيتوسين، تمام، من 5 ل10 وحدات، او افغومترين، تمام، 5 من 10 ملي، او من 5 ل10 وحدات من الاكسيتوسين في الاكسيتوسين may be added to the intravenous drip، هتضيفها للانترافينوس دريب زي ما انت شايف كده في الصورة، تمام. رقم 3 معايا الانكمبليت ابورشن اللي هو الاجهاض الغير كامل. يعني ايه اجهاض غير كامل؟ من اسمه كده. يعني ايه غير كامل؟ ان انت incomplete abortion some parts of the products of conception have been expelled، يعني تم طرد بعض اجزاء شوف بقول some parts، يعني بعض الاجزاء بس هي اللي حصل لها expelled، يعني هي اللي خرجت من الرحم، بينما وايل اذر زي البلاسينتا والممبرنز ما زالوا داخل الرحم. يبقى البلاسينتا والممبرنز ريمين في اليوترس، لسه ما زالوا داخل الرحم. طيب مهم طبعا نعرف العلامات بتاعت كل نوع. طيب السيمبتومز بتاعت الانكمبليت ابورشن ايه هي؟
طبعا السيمبتومز مهمه في ايه؟ ان هو مثلا ممكن يجي يسالك في الامتحان يقول لك السيرفيكال اوس بيبقى بارتلي كلوز، يعني مغلق جزئيا في ايه؟ في الانكمبليت ولا في النوعين اللي قلناهم قبل كده؟ هتقول له طبعا في الانكمبليت ابورشن. تمام. طيب ايه هي اول علامه معايا؟ اللي هو السيفر بليدنج، اللي هو النزيف الحاد. تمام، بيبقى نزيف حاد في الايه؟ في الانكمبليت ابورشن. تمام. سيرفيكال اوز زي ما قلنا ان هو بيبقى بارتلي كلوز، يعني مغلق جزئيا في الايه؟ في النوع ده. تمام. بيبقى في حاجه اسمها نو يوترين انفلوشن. يعني ايه اللي هو اليوترين انفلوشن؟ اللي هو ارتداد الرحم. يعني يوترين انفلوشن دي هي عملية فسيولوجية يتحول من خلالها الرحم إلى أبعاده السابقة للحمل، من خلال تجديد بطانة الرحم وانخفاض تدفق الدم الرحمي والأوعية الدموية في بطانة الرحم وانخفاض كتلة العضلات. يعني الفكرة كلها إن الرحم هيعود إلى ما كان عليه قبل الحمل. تمام. فهو بيقول لك ان في النوع الجراد ده مش بيحصل ارتداد الرحم، يعني مش بيحصل ان الرحم يعود الى ما كان عليه قبل الحمل. تمام. بعد كده بيقول لك ان البين may or may not be present، يعني ممكن يكون في ألم او ممكن ما يكونش في ألم. تمام. بيقول لك ان اليوترس بيبقى soft. تمام. and smaller than the expected pregnancy، واصغر من المتوقع. تمام. يبقى الرحم بيبقى soft واصغر smaller than the expected pregnancy، واصغر من المتوقع في الفترة بتاعت الحمل دي. تمام. سيفر ابدومينال كرامي، بيبقى فيه تقلصات او الام في البطن. تمام. بيقول لك ان الفيتال والبلاسينتا تيشو از بيسد، يعني ايه؟ يعني دول عادي بينزلوا. تمام. يبقى الفيتال والبلاسينتا تيشو دول از بيسد، يعني بينزلوا عادي من ايه؟ وبيطلعوا من الرحم. طيب ايه هو التريتمنت؟ التريتمنت سهل جدا معايا. اول حاجه في التريتمنت بيقول لك ان دايليتيشن اند اللي هو دي سي دي اختصار لدايليتيشن، والسي اختصار لكارتيج. تمام. الكارتيج يعني ايه؟ دايليتيشن اند كارتيج، الاثنين دول ده يعتبر بروسيجر. تمام. البروسيجر ده بيحصل في ايه؟ هو بروسيجر يهدف الى ازاله الانسجه من داخل الرحم بعد ايه؟ بعد الاجهاض. ويستخدم مقدم الرعاية الصحية أدوات صغيرة أو دواء لتوسيع الجزء السفلي من الرحم، اللي هو إيه؟ اللي هو عنق الرحم. يعني هو بيوسع إيه؟ الجزء السفلي من الرحم اللي هو عنق الرحم، يعني بيوسعه كده. تمام. طيب بعد كده يستخدم إيه؟ يستخدم أداة جراحية تسمى المقشطة. تمام. وهي إما أن تكون أداة حادة أو جهاز للشفط لإزالة إيه؟ لإزالة نسيج الرحم. تمام. يبقى كده عرفنا يعني ايه دايليتيشن اند كارتيج. تمام. طيب هو بيقول لك ان انا بستخدم دي البروسيجر ده بستخدمه اول حاجه. تمام. في العلاج. تمام. بستخدمه ليه؟ عشان ازيل الانسجه الايه؟ المتبقيه. هو بيقول لك ريموف ذا remaining tissue، تزيل الانسجه المتبقيه. تمام. بيقول لك ايه تاني؟ بيقول لك ان ممكن انت تعمل بروسيجر تاني، ان انت تعمل اي في ادمنستريشن بالاكسيتوسين، يعني تعمل تدي اكسيتوسين وكده. تمام. عن طريق الاي في ادمنستريشن. تمام. او انتراماسكولار ادمنستريشن بالايه؟ دواء كده اسمه الميثراجين. تمام. عن طريق برضو ايه؟ الانتراماسكولار. تمام. دول هيعملوا ايه؟ هيسيطروا لي على الايه؟ على البليدنج. تمام. هيعملوا كونتراكت يوترس اند ايه؟ كنترول بليدنج. تمام. يبقى انا اول حاجه يا بستخدم البروسيجر اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، يا اما نستخدم الايه؟ الاكسيتوسين والايه؟ والميثراجين. تمام. بعد كده بيقول لك زي ملحوظه ان انت ما ينفعش تستخدم البروسيجر اللي احنا قلناه اللي هو الدايليتيشن اند كارتيج. تمام. ما ينفعش تستخدمه امتى؟ بيقول لك مي نوت بي فورمد لو البريجنسي هاد ايه؟ ادفانسد، يعني عدت ال 14 اسبوع. يبقى لا يمكن ان انا اعمل البروسيجر اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو دي وسي اللي هو دايليتيشن اند ايه؟ كارتيج. ما ينفعش اعمله امتى؟ إذا كان الحمل قد تقدم إلى ما بعد 14 أسبوع. بسبب إيه؟ بسبب إن ممكن يحصل excessive bleeding أهو because of danger of إيه؟ of excessive bleeding، إن ممكن يحصل نزيف مفرط. تمام. وفي هذه الحالة يتم إعطاء إيه؟ هضطر بقى أدي إكسيتوسين. تمام. وحاجة تاني اسمها البروستاجلاندين. تمام. دول بديهم ليه؟ عشان أعمل تحفيز لانقباض الرحم، ان انا بحفز ان يحصل انقباض للرحم حتى يتم طرد ايه؟ جميع البرودكتس اوف ايه؟ كونسبشن اور اكسبيلد، يعني عشان اعمل طرد لكل الحاجات اللي جوه الرحم. تمام. يبقى انا بدل ما لو عدى 14 اسبوع، تمام،
لو ما ينفعش اعمل الدايليتيشن اند كارتيج. ليه؟ لان ممكن يحصل اكسسيف بليدنج. فبعمل ايه؟ فبدي اكسيتوسين والبروستاجلاندين، تمام، لتحفيز انقباض الرحم حتى يتم ايه؟ طرد كل ايه كل الحاجات اللي جوه الرحم. تمام. رقم 4 معايا كومبليت ابورشن. كومبليت ابورشن ده طبعا الاجهاض الكامل. ده يحدث امتى بقى؟ عندما يتم طرد كل حاجه جوه الرحم، يعني كل حاجه طلعت خلاص. هو بيقول لك when the embryonic and placental components have been expelled completely، يعني كل حاجه طلعت، الامبريونيك الجنين طلع، والمشيمه البلاسينتا طلعت، تمام، وكل المكونات اللي جوه، تمام. وبيقول لك ان هي طلعت ايه؟ تلقائيا without assistance، من غير من غير مساعده. تمام تمام. عشان كده انا بسميه ايه؟ بسميه كومبليت ابورشن. يبقى لازم تفرق بين الانكومبليت ابورشن والكومبليت ابورشن. تمام. ان في الانكومبليت ابورشن قلت لك ان بعض الاجزاء بس اللي طلعت، تمام، عشان كده سميته اجهاض غير كامل. اما في الكومبليت ابورشن كل حاجه طلعت، عشان كده سميته كومبليت ابورشن. symptoms of complete abortion، بيقول لك ان بعد ما كل حاجة طلعت خلاص، after passage of all products of conception، بعد ما طلعت كل حاجة من الرحم، تمام، اليوترين contraction and bleeding هيبدأ يحصل لها subside، يعني هتبدأ خلاص تهدى التقلصات. ما كل حاجة طلعت خلاص، فهتبدأ التقلصات بتاعة الحمل تقل أو تهدى، تمام، والبليدنج برضه هيحصل له subside، يعني هيبدأ يهدى وكده أو يقل، تمام. طيب بيقول لك ان السيرفكس ايه بقى؟ السيرفكس هنا كلوسز، تمام تمام، يعني هيبقى مغلق، تمام. ايه تاني؟ هيبقى البين ستوب، الالم هيتوقف خلاص، تمام. ايه تاني؟ ذا يوترس فيل سمولر ذان لينس اوف جستيشن، يعني هيبدو الرحم اصغر من المرحله بتاعت الايه؟ الجستيشن، من مرحله الرحم، من مرحله الحمل. طبعا وده طبيعي، لان انت ايه؟ خلاص كل حاجة طلعت بره، تمام، فخلاص فأكيد هيبقى ايه؟ اليوترس هيبقى حجمه أصغر وكده، أو هيبدو أصغر. symptoms of pregnancy هتبدأ خلاص ايه؟ no longer present، يعني خلاص أعراض الحمل اللي كانت موجودة لم تعد موجودة خلاص، لأنه خلاص كل ايه؟ الحمل خلاص حصل إجهاض كامل، تمام، يعني كل حاجة طلعت، فخلاص العلامات بتاعت الرحم لم تعد موجودة، تمام. اخر علامه معايا pregnancy test become negative as hormone level fall، يعني هيبدا اختبار الحمل طبعا هيبقى سلبي، تمام، يصبح اختبار الحمل سلبيا مع انخفاض ايه؟ مع انخفاض مستوى الهرمون اللي هو الايه؟ ال HCG، اللي هو اتكلمنا عنه في المحاضرات اللي فاتت، تمام. ده اول ما يجي طبعا خلاص هيبقى ايه؟ يبقى اختبار الحمل هيبقى ايه؟ سلبي، هيبقى نيجاتيف. اما لو ال HCG ده زايد وكده، ده بيبقى ايه؟ طبعا ايجابي، يبقى ده كده في حمل، تمام. وصلت لك؟ تمام. طيب ايه هو التريتمنت؟ اول حاجه بيقول لك ان الكومبليت مسكاريج، تمام، الاجهاض الكامل ده عادة لا يتطلب الكثير من التدخل الطبي، usually doesn't require a lot of medical involvement، يعني هو مش بيتطلب تدخلات طبية وكده، لان هو usually by the time the woman gets the to medical، يعني ان هي خلاص الام هتروح للميديكال، للعيادة وكده، تمام. attention she has already had the miscarriage، يعني هي خلاص لما توصل المستشفى خلاص بالفعل ايه؟ حصل لها اجهاض كامل، تمام. فبيقول لك بعد كده ان في الغالب mostly to ensure that she has passed all the products of conception، يعني انا في الغالب بتاكد ان هي خلاص كل حاجه طلعت ايه؟ من اليوترس، كل حاجه طلعت من الرحم، تمام. and to ensure here HCG level is going down، يعني بتاكد ان الهرمون اللي قلت لك عليه في المحاضرات اللي فاتت اللي هو ال HCG خلاص بدا ايه؟ بدا مستوياته تنخفض، تمام. يبقى بتاكد من الحته دي، تمام، او بضمن ان ايه؟ الهرمون ده مستوياته اتخفضت، تمام. وبيقول لك ان there are some physician who still may advise a woman to have a DC، تمام. يعني بيقول لك ان بعض الاطباء بينصحوا ان الومن يتعمل لها البروسيجر اللي هو الايه؟ البروسيجر اللي اتكلمنا عنه في الايه؟ في اللي هو الدايليتيشن وكده، البروسيجر اللي اتكلمنا عنه في الانكمبليت ابورشن، تمام. طيب خلاص كل حاجه نزلت، طب انا هعمل البروسيجر ده ليه؟ هنفهم الوقت. يبقى تاني بيقول لك ان بعض الاطباء، تمام، هينصحوا
هناك بعض الاطباء هينصحوا الايه الومن ان هي تعمل ايه، تعمل البروسيجر ده بعد ايه، بعد الاجهاض الكامل، بعد الكومبليت مسكاريج. تمام. لكن هذا ليس ايه ضروريا. هو بيقول لك but this is not necessary. تمام، ده مش ضروري unless the woman experiences a prolonged bleeding. الا لو كان ايه، يعني هو ده مش ضروري ان انا اعمله الا اذا ايه، الا اذا تعرضت المرأة لنزيف طويل الامد، او تعرضت يعني لبرولونجد bleeding اللي هو نزيف ايه لمدة طويلة يعني وكده. تمام. او تعرضت لسيفر بليدنج بين، او تعرضت لألم شديد في الحوض، او ايه، او سيفر هيفي فاجينال بليدنج. رقم 5 ميسد ابورشن. بيقول لك في التعريف بتاعه ان ده نوع من الاجهاض بيحدث، طبعا الاجهاض الفائت، لان هو بيحدث عندما الفيتس die during first half of pregnancy، يعني يحدث عندما يموت الجنين خلال الايه النصف الاول من الحمل. تمام. لكن but retained in uterus for 2 months or longer، يعني ان هو ممكن برضو ان هو يبقى عادي الفيتس موجود عادي في اليوترس لمدة شهرين او اكتر. تمام. يبقى نوع الاجهاض ده بيقول لك ان هو يحدث لما الفيتس بيموت اثناء الايه، اثناء الفيرست هالف اوف بريجنانسي but ايه returned in uterus. تمام. for ايه for 2 months or ايه or longer، ممكن يفضل في الايه في ال في اليوترس لمدة شهرين او اكتر. تمام. بعد كده symptoms of missed abortion. بيقول لك ان اول حاجة some signs of pregnancy disappear، يعني خلاص هيبدأ طبعا بعض الاعراض تمام بتاعة الحمل هتبدأ تختفي. تمام. ايه تاني؟ بيقول لك pregnancy pregnancy test will be negative، هيبدأ اختبار الحمل هيكون ايه، هيكون نيجاتيف، هيكون سالب. تمام، يعني مش هيبقى في حمل يعني من الاخر. تمام. الفندل height doesn't increase in size، يعني خلاص الطفل خلاص مش بيكبر وكده، فاكيد الايه الفندل زي ما انت شايف في الصورة كده، هو الفندل هايت مش هيطلع لفوق او مش هيزيد في الايه في الحجم. doesn't increase in size. fetal heart rate absent، طبعا خلاص الطفل ايه الطفل مات. تمام، فاكيد ايه معدل نبضات قلب الجنين هيبقى ايه، هيبقى absent. no fetal movement، مش تبقى في حركة للجنين لانه مات خلاص. تمام. some برونش فاجينا ديسشارج، بيقول لك ممكن تلاقي بعض الافرازات المهبليه لونها بني وكده. السيرفكس اوس هيبقى كلوزد، هيبقى مغلق. البريست ماي سيكريت ايه ميلك داي تو هرمونال تشينج، يعني ممكن ان الثدي تمام يطلع منه ميلك وكده بسبب ايه بعض التغيرات الهرمونيه. طيب ايه هو التريتمنت بيقول لك طبعا الدي والسي، طبعا اللي هو الايه الدايليتيشن، البروسيجر بتاع الدايليتيشن اللي هو ايه اللي ذكرناه في اول مره في الايه في الانكمبليت ابورشن، ذكرناه في الانكمبليت ابورشن، وذكرناه في الكومبليت ابورشن، وذكرناه ادينا بنذكره كمان في الايه في الميزد ابورشن. يبقى مهم جدا اللي هو البروسيجر بتاع الايه ان انت بتعمل دايليتيشن وايه وكارتيج للايه لليوترس يعني وكده. تمام. فالبروسيجر ده اللي حكينا عنه تمام ده كان usually be done for ايه for first trimester، ممكن ان احنا نستخدمه في الايه في الثلث الاول من الحمل. تمام. بس بيقول لك ان لو الميزد ابورشن occur during second trimester، بس لو حدث نوع الاجهاض ده خلال الثلث الثاني السكند تريمستر، تمام الثلث الثاني من الحمل. تمام. هستخدم برضو البروسيجر بتاعنا اللي هو الايه الدايليتيشن. تمام، هستخدمه، بس برضو ممكن يكون في حاجه برضو ان انت تستخدم حاجه تاني اللي هو الفاجينال بروستاجلاندين. فاجينال بروستاجلاندين ده عباره عن هرمون بيساعد في تمدد عنق الرحم استعدادا للولاده، ويحفز ايضا تقلصات الرحم. فانا الفكره كلها بستخدمه عشان احفز انقباض الرحم، عشان يحصل ايه، يحصل اكسبيل فيتس، عشان يحصل طرد للجنين والجنين ايه ينزل. تمام، لانه خلاص ميت. تمام، فلازم ايه الجنين ينزل وكده. تمام. رقم 6 بيتوال ابورشن، الاجهاض المتكرر. بيقول لك ان لما بيحصل 3 عمليات اجهاض متتالية
when 3 or more abortion، يعني 3 عمليات إجهاض متتالية وتلقائية، ده بسميه ايه الhabitual abortion. وبيقول لك ان the process is termed habitual abortion او recurrent abortion، يعني العملية بتسمى ايه، بتسمى الإجهاض recurrent abortion اللي هو الإجهاض المتكرر. تمام. بعد كده ال causes of habitual abortion اللي هي الأسباب، الحاجات اللي بتسبب الهيبيتوال ابورشن الإجهاض المتكرر. أول حاجة بيقول لك إن may be due to cervical incompetence، يعني ممكن يكون بسبب عدم كفاءة عنق الرحم. يعني إيه؟ يعني بيقول لك إن inability of the cervix to retain the embryo، يعني ممكن يكون عنق الرحم مش قادر إن هو يحتفظ بالجنين. هو ده معناه كده ان ability of the cervix to retain the embryo، ان عنق الرحم مش قادر يحتفظ بالجنين. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه بيقول لك the cervix may be weak congenitally، يعني ممكن يكون عنق الرحم ضعيف خلقيا او قد يصبح بعد كده or may become weak later due to ايه بسبب اي injury laceration مثلا، اي تمزقات او اصابات. تمام. بسبب ايه؟ بسبب any cause child birth، بسبب اي ولادة حصلت. تمام. بيقول لك poor nutritional status، يعني بسبب سوء الحالة الغذائية، سوء التغذية يعني وكده. hormonal disturbance، يعني اضطراب هرموني. يبقى poor nutritional status يعني سوء الحالة الغذائية. تمام. ممكن يكون بسبب كمان ايه hormonal disturbance، يعني اضطراب هرموني. تمام. ممكن يكون في عيب defective اوفا او سبرماتوزا، يعني لو في مثلا بويضة فيها عيب او سبرماتوزا او حيوان منوي فيه عيب. تمام. RH incompatibility اللي هو الموضوع اللي اتكلمنا عنه في اول محاضرة، اللي هو لو كان دم الام يحتوي على اجسام مضادة لا تتناسب مع فصيلة دم الام. تمام. ايه السبب؟ ايه تاني؟ بيقول لك ان infection لايك ممكن بسبب عدوى زي التوكسوبلازموسيس. تمام. التوكسوبلازموسيس ده هو مرض يسببه طفيلي وحيد الخلية، ويعتبر عامل مهم في حدوث الايه، في حدوث الاجهاض. ده التوكسوبلازموسيس. تمام. والسفايلس ده طبعا السفايلس ده هو عدوى بكتيرية يمكن ان تسبب برضه الاجهاض. تمام. يعني من الاخر النوع العدوى الاثنين دول هما بيسببوا، ممكن يسببوا لك اجهاض. تمام. يوترين فايبرويدس او رمل ليفية زي ما انت شايف في الصورة. مالفورميشن اوف ذا يوترس، ممكن يكون في تشوهات في الرحم. ممكن يكون امراض زي الديابيتس ميليتس او ارتفاع ضغط الدم الهايبرتنشن. تمام. تريتمنت اوف بيتوال ابورشن، بيقول لك بعد كده العلاج بتاع نوع الابورشن ده. اول حاجه في العلاج بتاعه بيقول لك ان التريتمنت اوف بيتوال ابورشن should be started when the woman is in a non-pregnant state، يعني العلاج بيبدأ لما المرأة تكون غير حامل. يبقى ببدأ العلاج امتى؟ لما المرأة بتكون غير حامل. بتعمل ايه؟ بتعمل investigation through investigation to identify the cause or carried out، يعني انت بتشوف بتعمل تحقيقات شاملة لكل حاجة عشان تحدد السبب بتاع الابورشن وكده. تمام. بتشوف بلاد تيست فور ايه هرمونال ليفل، بتشوف مستوى الهرمونات وكده، وتشوف لو في انفكشن اند فور انفكشن. تمام. بلاد جلوكوز ليفل مثلا عشان تشوف لو في ديابيتس ميليتس وكده. تشوف اتش بتعمل تحليل اسمه HSG، ده بتشوف ايه، بتعمل تصوير للرحم بالاشعه السينيه عشان تشخص المشاكل زي ايه، زي السيرفيكال انكومبتنسي اللي اتكلمنا عنه فوق. تمام. او فور يوترين كوزس. تمام. لو في برضه ايه مشاكل متعلقه بالرحم. once a new pregnancy has started، يعني بمجرد بدء الحمل الجديد هتعمل ايه؟ التريتمنت as per the identified cause، يعني هيبدأ يكون العلاج وفقا للسبب المحدد. انت خلاص عملت التحليل اللي فوق اللي قلناها دي فحددت لك السبب. تمام. فأول ما يبدأ الحمل الجديد يكون العلاج وفقا للسبب المحدد. تمام. وفقا للايه identified cause. تمام. لو السيرفيك مثلا هنبدأ أول حاجة مثلا لو السيرفيكال incompetence is the cause، لو بسبب عدم كفاءة مثلا عنق الرحم. تمام. او بسبب اللي هو طبعا سيرفيكال كومبتنس، يعني ايه؟ يعني عدم كفاءة عنق الرحم، يعني مثلا ايه عدم قدرة العنق الرحم ان هو ايه يحتفظ بالجنين. تمام. ده اول سبب. طيب اول سبب ده علاجه ايه؟ بيقول لك ان cervical opening is ايه
هتبقى تايد اب. يعني ايه تايد اب؟ يعني خلاص هتعمل خياطة لفتحة ايه؟ عنق الرحم اللي هي السيرفيكال اوبننج. تمام. حتى الاسبوع الكام؟ حتى الاسبوع 37. تمام. من الايه؟ من الجستيشن، من مرحلة الحمل كلها. تمام. يبقى تاني، لو السيرفيكال، لو عنق الرحم يعني وكده مش قادر يحتفظ بالجنين، هتعمل له ايه؟ هتعمل خياطة لفتحة عنق الرحم للسيرفيكال اوبننج. تمام. بتعمل لها ايه؟ بتعمل لها تايد اب لغاية ايه؟ لغاية الاسبوع 37. تمام. بعد كده بيقول لك لو حصل هرمونال ديفيشنسي اند انفكشن بيتم معالجتها or treated by medicines and bed rest. يعني لو حصل اي نقص في الهرمونات او عدوى بيتم ايه؟ معالجتها بواسطة الادوية او بواسطة الراحة في السرير يعني وكده. and bed rest. وبيقول لك ان treatment of the cause such as repair of cervical tears. يعني بيقول لك برضو بتعمل اصلاح للتنسيقات عنق الرحم. بتعمل برضو السيرفيكال انكومبتنس زي ما اتكلمنا عنها من شويه. بتعمل علاج برضو لو في عدوى بكتيريه. تمام. لو في دي ام اللي هو ايه؟ ديابيتس ميليتس، او في ايه طبعا ارتفاع ضغط الدم والمشاكل اللي احنا قلناها. تمام. يبقى انت من الاخر لو في مثلا نقص في هرمونات او في عدوى بيتم معالجتها بواسطه الادويه. لو في سيرفيكال انكومبتنس زي ما اتكلمنا عنها بتعمل تايد 37 لغايه الاسبوع 37 من الجستيشن، من مرحله الحمل. رقم 7 سيبتيك ابورشن. بيقول لك في التعريف ان ده عبارة عن incomplete abortion complicated by infection of uterine cavity. يعني عبارة عن incomplete abortion معقد بسبب ايه؟ بسبب عدوى الرحم او بسبب وجود عدوى في الايه؟ في تجويف الرحم اللي هو اليوترين كافيتي. تمام. طيب ايه هو السيمبتومز اوف سيبتيك ابورشن؟ اول حاجه بيقول لك تندر بينفول يوترس. تندر اند بينفول يوترس يعني ايه؟ يعني في الم في الايه؟ في اليوترس. تمام. رابيد بالس طبعا كلنا عارفين. يعني بيبقى البلس بيبقى ايه؟ رابيد، بيبقى سريع. تمام. ايه تاني؟ بيبقى في اوفنسيف فاجينال بليدنج. تمام. بيبقى في تشيلز اللي هي زي قشعريرة اللي هي الشعور بالبرد دون سبب ظاهر. تمام. unstable blood pressure. تمام. يعني ضغط دم غير مستقر unstable. تمام. high temperature درجة حرارة مرتفعة. تمام. تشوك او بيبقى في برضو ايه؟ صدمة. تمام. طيب ايه هو التريتمنت اوف سيباتيك ابورشن؟ اول حاجه بيقول لك اي سولوشن، يعني العزل. يتعمل له عزل طبعا المريض عشان يمنع عنه اي طبعا ايه؟ اي مرض يجيله او اي حاجه ايه يصاب بيها. تمام. ايه تاني؟ هتعمل برضه كلينيكال بكتيريولوجيكال. طبعا لازم يتعمل لها شويه اختبارات وكده او فحوصات عشان لو في اي عدوى وكده. تمام. administration of antibiotic as doctor order. يعني انا هعمل ادي مضادات حيوية لو ايه؟ لو امر الطبيب، يعني على حسب الدكتور اوردر، على حسب امر الطبيب. تمام. الكتروليت كنترول. هتعمل توازن بين السوائل داخل وخارج الخلايا. accurate observation of renal function. يعني هتعمل مراقبة او observation للايه؟ لوظائف الكلى وكده. تمام. هتعمل intake and output chart should be kept. يعني في حاجه اسمها انتيك اند اوت بوت تشارت. التشارت ده عباره عن زي مخطط الادخال والاخراج. يعني هي اداه تستخدم لغرض توثيق وتبادل المعلومات فيما يتعلق بايه؟ يتعلق الامر ان هو كل ما ياخذه المريض. يعني المخطط ده يبقى فيه ايه؟ كل ما ياخذه المريض وخاصه السوائل، وكل ما يتم افرازه او ازالته من المريض. عشان كده بيقول لك انتيك اند اوت بوت التشارت ده مخطط الادخال والاخراج. يبقى كده فهمنا ايه معنى المخطط ده. تمام. جنرال هايجينيك كير. يعني ايه؟ يعني الرعاية الصحية العامة. بعد كده هتعمل accurate observation للفيتال ساينس والبلاد بريشر. قبل ما نتكلم عن الانديوزد ابورشن لازم تعرف احنا ماشيين ازاي. احنا كنا ماشيين ازاي؟ قلت لك ان احنا بنتكلم عن bleeding in early pregnancy. قلت لك الاسباب بتاعه bleeding in early pregnancy حاجه زي الابورشن. زي ما انت شايف كده الابورشن قسمناه لحاجتين او لنوعين. سبوتينوس ابورشن اللي هو التلقائي. تمام. بدون ايه؟ بدون اي تدخل. والانديوزد ابورشن اللي هو بيحدث فيه تدخل. وقلت لك ان الاجهاض التلقائي تمام ده قسمناه الى 7 انواع زي ما انت شايف كده. 7 انواع وقعدنا قلنا السيمبتومز بتاعتهم والتريتمنت بتاعتهم. تمام. طيب هيبقى فاضل لي ايه كده؟ هيبقى فاضل لي انديوس ده ابورشن هنقوله الوقت. تمام. وهيبقى فاضل لي حاجتين تاني اللي هو اكتوبيك بريجنانسي اللي هو حمل خارج الرحم زي ما انت شايف، او وهيبقى فاضل لي كمان ايه؟ الهايد تو فورم
مول اللي هو زي ايه، زي كيس كده مليان ميه، تمام، الهايديتيفورم مول، ودول برضه هنتكلم عنهم بالتفصيل. طيب بعد ما اتكلمنا عن السبع انواع بالتفصيل، تمام، بتوع الاجهاض التلقائي، تمام، هنتكلم على ايه، هنتكلم على تاني نوع، وهو الاجهاض اللي مش تلقائي، اللي هو بيحدث بسبب تدخل، بيحدث بسبب interference. تمام، بيقول لك ان this term refer to determination of pregnancy is classified for a therapeutic and criminal. يعني احنا بنقسمه لايه، لا لنوعين، تمام، لثيرابيوتيك وكريمنال. تمام. طيب ايه هو اول نوع معايا؟ ثيرابيوتيك ابورشن، الاجهاض العلاجي. من اسمه ان انت بتعمل ايه، بتعمل اجهاض علاجي، يعني بسبب اسباب طبيه. يعني بيقول لك it means artificial legal termination of pregnancy by ايه، by physician. يعني انت بتعمل اجهاض من قبل الطبيب، تمام، بسبب ايه، بسبب ميديكال انديكيشن، بسبب اسباب طبيه. طيب اسباب طبيه زي ايه؟ زي involve risk to the life of the pregnant woman، لو في خطر على حياة الأم، لو في ممكن إصابة مثلا عند الأم، injury to her physical or mental health، لو الحياة هتأثر مثلا، الحمل هيأثر على صحتها أو حاجة زي كده، تمام، بنضطر نلجأ للإجهاض وكده. لو في مثلا إن الطفل ممكن يتولد وهو عنده إعاقة، تمام، بيقول لك ان suffer from such physical or mental abnormality، تمام، ممكن الطفل يعاني من الحالات دي، وممكن يتطور يبقى عنده هانديكيبد، تمام، يعني عنده إعاقة وكده، تمام، فبنبدأ نلجأ للايه، للإجهاض. طيب بعد ما اتكلمنا عن السيرفياتيك ابورشن، نتكلم عن النوع التاني من الانديوسد ابورشن، وهو كريمنال ابورشن. في الكريمنال ابورشن بيقول لك ان ده ذا illegal termination of pregnancy، يعني ده طبعا غير قانوني، تمام. criminal abortion there are no medical or obstetrical indication، يعني ما فيش اي سبب طبي يقول لك ان انت تعمل اجهاض، تمام، فده اكيد ايه، طبعا اجهاض غير قانوني. طيب بعد ما اتكلمنا عن الابورشن، تمام، بانواعه، خلاص اركنه على جنب، هنروح نتكلم على تاني حاجه، وهي الاكتوبيك بريجنانسي، اللي هو الحمل خارج الرحم. طيب يعني ايه حمل خارج الرحم؟ عباره عن is an implantation of fertilized ovum in area outside uterine cavity، يعني عباره عن انغراس او زرع للفرتلايزد اوفم فين، في مكان خارج الايه، في مكان خارج الرحم، او خارج اليوترين كافيتي، او خارج تجويف الرحم، تمام. يبقى الفكره كلها بتاعت اكتوبيك بريجنانسي ان الحمل او البويضه بتنغرس في مكان غير الايه، غير اليوترين كافيتي، تمام. طيب بيقول لك ان هو مثلا ممكن الامبلانتيشن ممكن تحدث في الابدومين، تمام، بدل ما يحدث امبلانتيشن للفرتلايزد اوفم في اليوترين كافيتي، ممكن تحدث في الابدومين، ممكن تحصل في تحدث في السيرفكس، ممكن تحدث بنسبة 98%. بيقول لك بتحدث الاكتوبيك بريجنانسي فين، في الفالوبيان تيوب، طبعا زي ما انت شايف في الصورة، جايبين صورة موضحة لك كل حاجة، تمام. يبقى بنسبة 98% بتحصل فين، في الفالوبيان تيوب، تمام. عشان كده هيكلمك بعد كده عن نوع ايه، عن نوع الحمل اللي هو بيحصل، او نوع الحمل خارج الرحم اللي بيحصل فين، في الفالوبيان تيوب. tubal pregnancy is pregnancy occurring in fallopian tube، تمام. يبقى لما الحمل يحدث في او الحمل خارج الرحم يحدث فين، في الفالوبيان تيوب، بسميه ايه، بسميه تيوبال بريجنانسي، وده طبعا اللي بيحدث بنسبه 98%. عشان كده هيكلمك عنه ايه، باستفاضه اكتر. بيقول لك ان تيوبال بريجنانسي is pregnancy occurring in fallopian tube، ان نوع الحمل ده بيحدث فين، في قناة فالوب، او زرع الفرتلايزد اوفم بيحصل لها امبلانتيشن فين، في قناة فالوب. طيب ايه هي الاسباب اللي بتؤدي ان يحدث تيوبال بريجنانسي، ان يحدث امبلمنتيشن للفرتلايزد اوفم في الفالوبيان تيوب؟ حاجه زي طبعا زي الايكولوجن اوف فالوبيان تيوب، حصل انسداد لقناه فالوب، تمام، حصل مثلا ضعف في عمل اهداب قناه فالوب اللي هي تيوبال سلبي، حصل لها امبير، حصل لها ضعف وكده في عملها، تمام. حصل برضو ضعف في عمل ايه، الانقباضات، يعني حصل ضعف في الانقباضات في الكونتراكتيليتي، حصل ان مثلا decreased sperm motility، يعني حصل ان حركة الحيوانات المنوية بدأت تقل. دي كل اسباب بتؤدي الى ايه، الى تيوبال بريجنانسي. Signs and symptoms of an ectopic pregnancy، بيقول لك ان the classic signs and symptoms of ectopic pregnancy include، يعني بيقول لك، بيكلمك عن الاعراض يعني والعلامات بتاعه الحمل خارج الرحم. اول حاجه بيقول لك sudden recurrent severe colicky، يعني abdominal،
يعني بيحصل زي مغص حاد متكرر في البطن. تمام. بيبقى برضو في بين في المنطقة اللي انت شايفها في الصورة قدامك اللي هي ايه، بيبقى في بين ان 1 الياك فوسا. تمام. في منطقة اسمها الياك فوسا اللي انت شايفها في الايه في الصورة. تمام. او بيبقى في برضو ألم في الايه في اللور ابدومن في اسفل البطن. من العلامات برضو حاجة زي the absence of menstrual period اللي هي الأمينوريا زي ما اتكلمنا عنها في المحاضرات اللي فاتت، الفاجينال بليدنج، intermittent bleeding. تمام. signs of shock. تمام. علامات للصدمة لو الفلوبيان تيوب حصل لها رابشر، يعني خلاص اتمزقت وكده، يمكن أن يكون الألم the pain and bleeding should be severe enough to cause fainting. يعني لو حصل تمزق لأنبوب قناة فالوب وكده، تمام، للفالوبيان تيوب، ممكن ان هو يسبب لك فونتنج، اغماء او صدمة. تمام. تمام. complication of an ectopic pregnancy. طيب ايه هي المضاعفات بتاعة الectopic pregnancy؟ اول حاجة بيقول لك the most feared complication of an ectopic pregnancy is rupture of fallopian tube. يعني بيقول لك ان المضاعفات الاكثر اثاره للخوف ان يحصل تمزق، ان يحصل ربشر للفالوبيان تيوب. تمام. وده بيؤدي طبعا الى ايه، الى internal bleeding، الى نزيف داخلي. تمام. حقيقة برضو زي البلفيك and abdominal pain، تشوك and even death. يعني ممكن برضو ألم، ممكن يسبب لك مضاعفات زي ألم في البطن أو في الحوض. تمام. وتشوك صدمة، وإيه ممكن يعرض حتى للديث، للموت. تمام. ذا بليفيك بلاد كان ليد تو سكار تيشو. يعني سكار تيشو، السكار تيشو اللي انت شايفه في الصورة ده اللي هو نسيج فيه ندبات او فيه ندبة زي ما انت شايف في الصورة كده. تمام. فممكن يؤدي لك من المضاعفات انه ممكن يؤدي الى ايه، دم الحوض، البلاد، بلفيك بلاد، ممكن يؤدي لك ان يحصل ايه سكار تيشو، ندبات، يكون لك زي ايه نسيج فيه ندبات وكده. ويؤدي طبعا النسيج ده اللي هو سكار تيشو يؤدي الى ايه problems with becoming pregnant in the future. يؤدي لك الى ايه، الى مشاكل في الحمل في المستقبل. تمام. وبيقول لك ان the scar tissue can also increase the risk of future ectopic pregnancy. وممكن يزود لك خطر ان يحدث في المستقبل حمل برضه ايه ectopic pregnancy، حمل خارج الرحم. تمام. يبقى النسيج ده اللي هو the scar tissue can also increase the risk of future ectopic pregnancy. treatment option are available for ectopic pregnancy. طيب بيقول لك ايه هي الخيارات بتاعه العلاج اللي قدامي عشان اعالج الحمل خارج الرحم الإكتوبيك بريجنانسي. اول حاجه بيقول لك ان بمجرد ما بتعمل diagnosis of ectopic pregnancy، اول ما تشخص وتلاقي ان في ectopic pregnancy، ان لما تلاقي ان في حمل خارج الرحم، لازم تعمل ايه has been made pregnancy should be evacuated immediately. لازم تعمل على طول ايه اخلاء، على طول evacuated immediately، اخلاء فورا. ان انت بتعمل طبعا before emergency surgery، بتعمل تستعد للجراحة الطارئة. تمام. تعمل مينيتور للبيشنت فور ايه فور تشوك. تمام. عشان الصدمة وكده. under optimal condition a small incision can be made in the fallopian tube. يعني انت في ظل الظروف كويسة المثلى، تمام، ممكن انت تعمل زي ايه شق صغير او جرح صغير وكده. تمام. في الايه في الفالوبيان تيوب and the ectopic pregnancy removed، وتزيل على طول الاكتوبيك بريجنانسي. تمام. وتترك على طول الايه الفالوبيان تيوب انتيك، تترك خلاص ايه الفالوبيان تيوب سليم. بيقول لك بعد كده ان في حوالي 35% من النساء اللي عندهم اكتوبيك بريجنانسي بيخضعوا للعلاج الطبي، بيخضعوا للميديكال تريتمنت. تمام. بدلا من السيرجيكال تريتمنت. تمام. طيب ليه بيخضعوا للميديكال تريتمنت؟ ان هم بيقول لك بيخضعوا عادي للميديكال تريتمنت ميثود انفولف ذا يوز اوف ايه اوف ان انتي كانسر. يعني هم بياخدوا زي ايه زي دواء مضاد للسرطان. تمام. ده اسمه ميثرات تراكسيت وايه بهيماتريكس وتراكسل. تمام. المهم الحاجات دي حاجات ايه انتي كانسر دراج. تمام. بتاخدها النساء اللي هم عندهم اكتوبيك بريجنانسي. تمام. بدل ما يعملوا جراحة وكده. تمام. رقم 3 هايديتي فورم مول، ودي طبعا اخر حاجة هنتكلم عنها، وهو عبارة عن كيس مليان مية
يعني من الاخر هو نمو البويضة المخصبة تمام بشكل غير طبيعي، فتتطور الى ايه، الى هايديتيفورم مول، اللي هو عبارة عن كيس كده مليان مية بدلا من الايه، بدلا من الجنين. بيقول لك ان الهايديتيفورم مول is one form of gestational trophoblastic، يعني عبارة عن جاستيشنال تروفوبلاستيك ديسيز، يعني واحد من الامراض دي، او واحد من مجموعه من الامراض النادره التي تنمو فيها التروفوبلاستيك سيلز، الخلايا دي بشكل غير ايه، بشكل غير طبيعي داخل الرحم تمام. وبيقول لك ان هو ممكن يحدث ايه، تروفوبلاستيك ديفلوب ابنورمالي، يعني ممكن تحدث ايه بشكل غير طبيعي زي ما قلنا تمام. وبتشكل لك مجموعة من الأنسجة التي ايه يمكن أن تنمو بسرعة كبيرة بما يكفي الايه عشان تعمل في اليوترس، عشان تملأ الرحم كله زي ما انت شايف في الصورة. طيب ايه هو الكوزس، الأسباب بتاعة النوع ده؟ أول حاجة بيقول لك the cause of hydatiform mole is unknown، يعني مش معروف ايه هو السبب تمام. تمام. وبيقول لك ان most commonly in women older than 45، يعني بتحدث بتبقى اكثر شيوعا most commonly، بتبقى اكثر شيوعا في النساء الاكبر من ال 45 سنه، يعني اللي سنهم اكبر من 45 دول عرضه ان هم ايه يجي لهم هيديتوفورم مول تمام. وبرضو النساء اللي هم اقل من 19 سنه برضو عرضه ان يحصل لهم الايه، المرض ده تمام. مال نيوتريشن، المال نيوتريشن اللي هو طبعا سوء التغذية برضو ممكن يكون سبب في ان يحصل ايه هيديتيفورم مول تمام، اللي هو طبعا حاجة زي نقص البروتين، مال نيوتريشن. سوء التغذية حاجة زي ايه deficiency of بروتين، نقص البروتين. signs and symptoms، العلامات والأعراض. بيقول لك إن signs and symptoms of early pregnancy are present، يعني بيقول لك إن العلامات والأعراض بتاعة الحمل المبكر بتبقى إيه present، بتبقى موجودة تمام. بيقول لك إن بيبقى فيه برضه excessive frequent vomiting، بيبقى فيه زي قيء متكرر بإفراط تمام، يعني قيء كتير وإيه وبشكل إيه excessive، بشكل مفرط أو كتير يعني وكده تمام. بيبقى فيه انتفاخ مفرط للرحم، يعني انتفاخ ايه غير طبيعي للرحم تمام. and larger than expected، واكبر من المتوقع لاسابيع الايه، لاسابيع من الحمل. some vaginal bleeding، يعني بيقول لك ان بيبدا يحدث الفاجينال bleeding عند الاسبوع الايه ال 12 تمام. بيقول لك ان الام مش هتبلغ عن اي حركه للجنين، نو فيتال موفمنت، مفيش اي حركه للجنين بتبلغ عنها الام او بتقول عنها الام، يعني الام مثلا بتقول ايه بتحس الفيتال موفمنت عند فتره معينه تمام، تبدا تحس بالايه، بالحركه بتاعت الجنين. فالام عشان بسبب الهيديتوفورم مول ده طبعا هي مش حاسه بحاجه تمام، مش حاسه بحركه الايه، الجنين وكده تمام. نو فيتال بارتس برضه كان بي بالبيتد، انت مش عارف تحس او تلمس اي جزء من الجنين، مش عارف تحسس وانت بتحسس وكده، مش عارف تحس اي جزء من الجنين، اي بارت من الجنين تمام. ولا يمكن الكشف عن ضربات الجنين، قلب الجنين تمام، انت مش عارف تكشف عن برضه ضربات قلب الجنين. بيقول لك no fetal heartbeats can be detected. On palpation the uterus may have an elastic consistency or may be ضفي، يعني ممكن انت بتعمل زي palpation تمام على اليوترس تمام، وتشوف الالاستيك المونة وكده بتبقى عاملة زي مثلا ايه may be ضفي، يعني ممكن تبقى عاملة زي العجين يعني وكده تمام. there is an increased incidence of preeclampsia، يعني هتلاقي ممكن تلاقي زيادة في حدوث ايه، في حدوث الحالة دي اللي هي بري حالة خطيرة من ايه، من امراض ضغط الدم. يبقى البري دي حالة خطيرة من امراض ضغط الدم، ممكن تحدث في 30% من الحالات تمام تمام. بعد كده بيقول لك بيبقى فيه بين اند تندرنس، بيبقى فيه الم تمام، ويرجع ذلك للايه بسبب الانتفاخ المفرط تمام زي ما قلنا، وبسبب برضه الايه البلاد كلود بسبب تجلط الدم. بعد كده بيقول لك بيبقى فيه فاجينال بليدنج تمام from spotting to hemorrhage، يعني spotting يعني spotting ده بيبقى نزيف لسه خفيف يحدث خارج الدورة الشهرية العادية تمام، وعادة ما يتضمن كميات صغيرة من الدم، وقد تلاحظ في الملابس الداخلية عادي او على ورق التواليت بعد استخدام الايه، بعد استخدام الحمام وكده تمام.
التريتمنت العلاج بتاع الهايدروفورم ايه؟ بيقول لك ان انت بتعمل ايفاكويشن تمام عن طريق الكاريتيج اللي هو الايه البروسيجر اللي فيه اللي انت بتعمل زي قشط وكده بالجهاز زي ما اتكلمنا فيه في الانواع اللي قلنا ايه في انواع الابورشن تمام. في بروسيجر كلمت عليه اللي هو دايليتيشن وكده، فانت تستخدم البروسيجر ده هنا تمام عشان ايه؟ عشان تعمل ايفاكويشن تمام. وتستخدم برضو اكسيتوسين اي في تمام. هتستخدم اكسيتوسين ليه؟ هتستخدم اكسيتوسين عشان تعمل تعزيز لايه؟ لليوترين كونتراكشن، عشان تعمل تعزيز لتقلصات الرحم تمام او لانقباضات الرحم. بعد كده بيقول لك هعمل تشيك على الهرمون ده على اساس اسبوعي اللي هو هرمون الاتش سي جي تمام. الهرمون ده هعمل اتاكد من مستويات الهرمون ده على اساس اسبوعي تمام، يعني مثلا كل اسبوع مثلا تمام. تمام الى ان تصبح النتيجه معايا ايه؟ نيجاتيف. الى ان تصبح النتيجه معايا نيجاتيف تمام. بشكل ايه؟ بشكل متكرر بتدلي نيجاتيف، يعني تفضل معايا النتيجه ايه؟ سلبيه بشكل ايه؟ بشكل متكرر. بالاضافه لايه؟ ان انت بتعمل ده على ايه؟ على اساس شهري كل ايه؟ كل سنه او في اول سنه يعني لمده عام واحد يعني مثلا تمام. هو بيقول لك زين اون a monthly basis for one year، يعني انت بتعمل على اساس شهري لمده عام واحد. يعني السنة فيها 12 شهر يبقى ايه؟ يبقى 12 مرة مثلا، مرة في الشهر تمام. وبيقول لك بعد كده ان انت لازم تأجل الحمل الاخر حتى عام ايه؟ حتى عام واحد. another pregnancy لازم تأجله حتى على الاقل عام واحد تمام. حتى تعود ايه؟ حتى تعود مستويات الهرمون ده اللي هو الاتش سي جي الى مستوياته الايه؟ النورمال، ريتيرن تو نورمال، حتى يعود مستويات الهرمون اللي هو الاتش سي جي الى مستوياته الطبيعية تمام. بعد كده بيقول لك ان الهيلث اديوكيشن اون ذا فولوينج، يعني بتعمل تثقيف صحي بشان ايه؟ بشان ان نيد فور مونيتورنج اتش سي جي ليفل فور 2 يير، ان انت بتعمل بتحتاج ان انت تراقب مستوى الهرمون ده لمده عامين تمام. بين قوسين بيقول لك ايه من الاخر؟ بيقول لك ان انت في العامين دول تمام بتبدا تقيس او تراقب الهرمون ده شهريا في اول 3 شهور، يعني اول 3 شهور بتبقى كل شهر تمام. then every 3 months بعد كده كل ايه؟ كل 3 شهور. ده في ايه؟ ده في السنه for 1 year تمام. يعني كل سنه منهم هتبدا اول 3 شهور تمام دول شهريا، هتعمل مونيتورنج الاتش سي جي ليفل تمام شهريا. بعد كده كل 3 شهور تمام. وبكده خلصت محاضرة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.